ويا عيد لا توقف على الباب، يا على الباب، جل عيد جل عيد واهل العيد غياب. يا عيد لا توقف على الباب واهل العيد غياب. شوف حبيبي، اليوم عيد، وهذا هدية الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا العيد وهذا اليوم يوم بركة. احنا ربعنا الله يحفظهم من صباحية العيد ينزل دق ومناحة ولطم، يعني ما أعرف، يعني سبحان الله. والإمام المعصوم عليه السلام شو يقول؟ يقول: اللهم أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد وآل بيت محمد ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. فلا تقعد تسوي لي هذا اليوم دق ومناحة وبكي ويا عيد لا توقف على الباب. لا لا، الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم للطاعة، لصلة الأرحام. روح زور أرحامك، روح سلم على أخوك اللي زعلان منك، روح بوس راس أمك، اقرأ فاتحة لأمواتك. ترى احنا كل احنا فاقدين أعزاء علينا، ولكن هذا العيد ما إله ربط بأمواتنا وأمواتكم، ما له ربط، صدقني ما له أي ربط. يعني أنت براس السنة تدق وترقص، راس الشهر تدق وترقص، يعني ما أعرف، نوروز، عيد نوروز ما أدري شو اسمه، هم تدق وترقص. هذا الفلنتاين ما أدري شو اسمه، الطرقات السوداء هم تدق وترقص. ومن يجي هذا العيد، عيد الله سبحانه وتعالى اللي الله سبحانه وتعالى أخص به أهل طاعته، تخليه مناحة إلي وتدق وتلطم من الصبح وكل ساعة ناشر لك منشور. يا عيد لا توقف على الباب. عم بالعباس أبو فاضل ماكو ربط، يعني لا بيها آية ولا بيها رواية ولا بيها، يعني ما أعرف يعني هاي يعني وين راح نوصل ما أدري. فأخواننا أحبتنا، أسأل كثير من الخطباء سولفوا، والكثير من الأساتذة، الكثير من المراجع سولفوا بهالموضوع. هذا العيد ما له أي ربط بأمواتنا، وجزاكم الله خير، والله يرحم أمواتنا وأمواتكم في هذا اليوم بحق محمد وآل محمد.